المود بورد. ليه المود بورد حاجة مهمة في التصميم؟ أنا النهاردة جاي أقول لك ليه المود بورد مهم في التصميم. السلام عليكم، أنا حسن، ولو أول مرة تشوفني اشترك في القناة. خليني بس أقعد صح. طيب، النهاردة أنا هتكلم عن المود بورد، بس هتكلم عليها بطريقة مختلفة عشان خاطر أنا في الأيام اللي فاتت كنت بتكلم بطريقة مقالية، إن أنا بقول الحاجة مقالي ومش بنفذها في الأرض الواقع. يعني بنفذها مع نفسي، مش بنفذها في الفيديو يعني. فإن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض مود بورد، بس الأول برضو لازم أشرح حتت بسيطة منها عشان خاطر تبقى واضحة بالنسبة لكم يعني. هو أنا مش بعلمها لكم أنا بشارك تعليمي اللي أنا اتعلمته امبارح وأول خلال الأسبوعين اللي فاتوا دولت معاكم، بحيث برضو إن لو حد عايز يستفاد يعني يكون خدت ثوابه يعني. الحمد لله. طيب، بسم الله. يعني إيه مود بورد؟ ببساطة المود بورد هو عبارة عن لوحة فاضية بتجمع فيها الصور والخطوط والألوان اللي أنت تستخدمها في صناعة اللوجو أو في صناعة أي حاجة. يعني أنت لو سوشيال ميديا فلازم برضو تعمل مود بورد. لو لوجو زي حالاتي كده بتتعلم لوجو، فلازم برضو تعمل مود بورد عشان خاطر تستلهم الحاجة اللي أنت هتعملها. تستلهم يعني هتستلهم من اللوحة اللي أنت هتعملها دي الحاجة اللي أنت هتنفذها بقى الخاصة بيك. لأن أنت الفكرة هتجيلك من الموضوع ده، يعني هتجيلك بخطوات. احنا زي ما قلنا بريف، الخريطة الذهنية، مود بورد، بعد كده تبدأ تشتغل في السكتش. فانت عشان تسكتش لازم تمر على الثلاث خطوات دولت عشان تستلهم منهم وتبدأ ان انت تشتغل. ايه الفايدة اصلا من المود بورد؟ الفايدة من المود بورد ان هو بيساعدك ان انت تبني رؤية واضحة قبل ما تبدأ تصميم، وكمان بيقلل وقت التفكير، وكمان ما بيخلكش ان انت تعمل تجارب فاشلة كتير. هو مفيش تجارب فاشلة، كل تجربة انت بتستفاد منها، بس ان انت بتحد من حته التجارب اللي هي على جنب دي. تاني حاجه بتستفاد منها من المود بورد ان انت ممكن تبعتها للعميل وتقول له ايه رايك، هو ده الستايل اللي انت عايزه، وهي دي الالوان اللي انت عايزها، وهي دي الخطوط اللي انت محتاجها، ولا في حاجه تانية؟ لو قال لك هي دي الحاجه اللي انا محتاجها، فانت خلاص هتبدا تشتغل على كده. وفي الاخر خالص مش هيبقى فيه تعديلات، او التعديلات اللي هتبقى مطلوبه هتبقى بسيطه، مش هتبقى بحر تعديلات. لو قال لك لا، فانت بتدور او بتعمل له مود بورد تانية وتبدا ان انت تبعتها له وتشوف هل هو الستايل ده ولا لا، ولو هو بتبدا تشتغل. طيب، ازاي بتعمل مود بورد؟ قبل ما تعمل مود بورد لازم تفكر ايه الرساله اللي انت عايز توصلها للجمهور، وهل اللوجو اللي انت هتعمله او التصميم اللي انت هتعمله مودرن ولا كلاسيك ولا مرح ولا ايا كان فلازم تحدد الاول عشان خاطر تعرف تسرش. طيب، انا عندي فكره كويسه. احنا ممكن دلوقتي ندخل على بريفنا ونبدأ إن إحنا نعمل مود بورد. الأول قبل ما نعمل مود بورد هنخش على، لا بريكنا مش من النوت، وندوس هنا ونبدأ نعمل توليد فكرة. طيب، ده ايكو هيلث كير. طيب، دي المفروض شركة لتصنيع إنتاج الأدوات الطبية. طب العمل المطلوب تصميم شعار للشركة مختصة بتصنيع جميع الأدوات الطبية وليست الأدوية. ما يميز الشركة أن جميع منتجاتها الطبية صديقة للبيئة، وأيضا نرغب أن يبرز هذا المفهوم في الشعار. طيب، المطبوعات بشكل استخدامات الشعار الأساسية. المطبوعات بشكل أساسي، اللبس الموحد للعاملين، الموقع الإلكتروني. طيب، احنا مش عايزين أي حاجة من ديت، احنا عايزين بس نعمل مود بورد، مش هنعمل لوجو، هنعمل مود بورد بس. طيب، احنا دلوقتي خلاص عرفنا العميل المطلوب، العمل المطلوب معلش، اللغة العربية والإنجليزية الاتنين رايحين في ده. المهم يعني العمل المطلوب عرفناه. طيب، نحط ده كده على جنب، الشاشة التانية بس معلش، أو خليه كده. طيب، أنا كتبت medical devices مش عارف أنا كتبت على جوجل يعني بصراحة، ترجمت على جوجل لأن أنا في الإنجليزي برضو مش قوي، بحاول أتعلم إنجليزي بس مش قوي. مهم يعني ترجمت على جوجل. لو أنت برضو في الإنجليزي مش قد كده ممكن تترجم على جوجل عادي يعني، مش عيبة. هو عيبة إنك أنت ضعيف في الإنجليزي، المفروض أنت تبقى كويس، بس ماشي يعني هنعمل نحاول نطور من نفسنا برضو في الإنجليزي لو لقينا وقت. المهم، كتبت الكلام ده على جوجل وطلع لي الترجمة دي. ببدأ بقى ان انا ادور على
اللوجوهات اللي تنفع معايا. مثلا انا، هو اللوجو هنا بيقول ما يميز الشركة أنه جميع منتجاتها الطبية صديقة للبيئة، وأيضا نرغب أن يبرز هذا المفهوم في الشعار. طيب، هو صديق للبيئة. طيب، أنا دلوقتي عندي مثلا ده في علامة الوردة دي، أو ورقة الشجر، فده يعتبر، أو اللون الأخضر كمان هو صديق للبيئة. فأنا ممكن أعمل كده وأدوس على في ار دي، واعمل ادوس على في ار دي. الفي ار دي اصلا المفروض اللي هو اللوجو اللي فات اللي انا كنت شغال عليه، وادوس كرييت بورد، وهاجي هنا اكتب اسم، مثلا اسم النشاط، هو اسمه ايه؟ ايكو، فاسميه ايكو، وادوس كرييت. هو كده اتحط خلاص في ايكو. تمام. هبدأ اشوف حاجة تاني، لوجو تاني ينفع. مثلا ده، هاجي ادوس هنا وادوس على ايكو سيف، هو كده سيف في ايكو. ايكو، اسمها ايكو. ما دي بقى ايه؟ انت ممكن يكون في دماغك حاجة عايز تعملها، او لوجو عايز تعمله، وبعد ما تعمله تيجي وانت بتسرش مثلا على حاجة تانية خالص، تلاقي اللوجو اللي انت عملته موجود. دي حاجة بصراحة بتضايقني جامد، يعني ان انا كذا مرة بعد، في افكار كتيرة بتجيلي وارسمها وبتاع، بعد ما ارسمها بلاقي فكرتها، الفكرة موجودة. طيب احنا كده خلاص خلصنا سيرش عن الميديكال، او اللي هي الادوات الطبية. احنا ممكن بقى نسرش على ايه؟ حاجات صديقة للبيئة. طيب انا دلوقتي عملت مود بورد، اقصد معلش شرب قهوة عشان خاطر من فوق، من غير سكر، وانا عامل دايت. طيب، بسم الله. احنا فين؟ ممكن نعمل حاجة تانية. طيب، ليه فتحت الانستريتور؟ بسم الله. اه، اروح بعد كده اجيب الصورة اللي انا خدتها سكرين شوت، واحطها جوه الانستريتور بالمنظر يعني. خلينا لوحدها. اهي دي كده يعتبر مود بورد اللي انت تستلهم منها اللوجو. تمام. طبعا انا لما اجي بصراحة، لما اجي بشتغل على لوجو معين او في حاجة انا عايز ارسمها، اول حاجة باخد البريف من بريفنا زي ما شفنا دلوقتي. بعد كده بقعد اكتب الخريطة الذهنية، بفضل اكتب شوية عناصر ساعات بتفيدني، او 80% بتفيدني في ايه؟ بتفيدني ان انا لو في حاجة تايهة مني، او مثلا بكتب كذا عنصر وفي عنصر مثلا مش عارف اسرش عليه، فببدأ اشوف العنصر التاني، وبشوف حاجة قريبة للفكرة، فببدأ ان انا اشتغل على كده. بعد كده ببدأ اعمل مود بورد زي ديت. بعد كده بعمل اجي هنا واعمل تلات، كده تلات مربعات كده، وابدا اخد الالوان. انا مثلا عايز ده، هستخدم اللون ده، ودي هستخدم، أنا مش لسه مش حافظ مش حافظ الاختصارات. ودي هستخدم اللون ده،
فمثلا هي دي التلات ألوان اللي أنا هستخدمهم. ممكن أعمل واحدة رابعة وتبقى برضو في إيه، في الأخضر. ممكن أعمل واحدة تانية تبقى برضو في الأخضر، عشان عاجبني اللون ده بصراحة. هذا زيتي ده تقريبا، زيتي يعني. بالمنظر ده انت كده عملت مود بورد. ممكن بقى تعمل حاجة تانية، ممكن انت تعمل مربعات هنا كده، مربعات بالمنظر ده. البايت تعمل كده وتخلي الفيل مفيش الستروك مثلا كده. وتبدأ بقى تعمل ايه، ممكن تاخد تيجي على هنا وتعمل ده سيف. لا معلش، معلش انا اسف، انا اسف. هتيجي تعمل ده، تفتحه وتعمل له داونلود وتخش عليه وتروح تاخده على الاستريتور بالمنظر ده، سيرفر. طيب فهمت. طيب المفروض ان هي تبقى تحت الشيب، المفروض ان هي الصورة تبقى تحت الشيب. يعني مثلا الصورة ديت انا هاخد من واحدة تانية ديت كده، نودوها داونلود اوبن، هي دي صور. معلش، معلش. send to back. نعمل واحدة تانية، هسرع الكلام ده، هسرع. بالطريقة دي احنا كده عملنا كليبنج ماسك للوجهات كلها. فاضل التلات خانات اللي تحت دول، احنا ممكن نعمل فيهم ايه، ممكن نعمل فيهم الألوان. ممكن نعمل كده، بس نشغل الفيل والستروك نشيله، وكمان نشغل الفيل، ستروك نشيله. نيجي هنا نعمل مثلا ده، ده الصورة بتاعي ده اي، اي ده بس. طيب في ألوان تانية احنا محتاجينها، احنا ممكن نعمل ده كده، كده، كده. نختار ده، فضلنا ايه، فضلنا ده. ممكن نعمل ده كده. تمام. دلوقتي انا عشان بعمل الكوبي بدوس على الت شيفت الت عشان خاطر يعمل الكوبي، وشيفت عشان خاطر ايه، يخليه في نفس المستوى، ولا ينزل تحت ولا يطلع فوق. تمام، اختار ده كده، ندوس اي. فاضل انه لون، فاضل اللون ده. تمام. احنا ممكن بقى نشيل ده خالص، وتبقى دي مثلا الارت بورد بتاعتنا. نقدر اللي احنا بقى نسيبها ونبعتها للعميل، ونشوف بعد كده الرد بتاع العميل هيبقى ايه. بس دي كده المود بورد بتاعتنا اللي احنا عملناها في الاخر. هي بصراحة دي يعني طريقة يعتبر يعني بروفيشنال اكتر عن الطريقة التانية اللي انت بتاخد سكرين شوت وبتاع وتبدأ تشتغل عليها.
دي طريقة بروفيشنال أكتر، وفي طرق طبعا يعني بروفيشنال أكتر يعني في حاجات تانية ممكن تستخدمها عشان تعمل المود بورد. هي مثلا موقع اسمه ميلانوت. أنا لسه لحد دلوقتي معرفش استخدمه، بس هو مسجله عندي تقريبا. ده الموقع ده شفت كذا حد بيشتغل عليه. بس أنا لسه لحد دلوقتي مش بعرف أشتغل عليه كويس، فما بستخدموش بصراحة. بستخدم الطريقة ديت أو الطريقة اللي هي بتاعت بنترست. بخش على بنترست وأعمل سكرين شوت وأحطها وأبدأ إيه أشتغل. بشتغل عليها وأنا على الموقع، يعني مش بطلع على البرنامج، مش ببعتها للعميل لأن أنا لسه ما عنديش عملاء. إن شاء الله يبقى عندي يعني. بس احنا كده عرفنا ايه هي المود بورد وازاي بتتعمل خطوه بخطوه. ولو عندك انت اي نصايح او اي تعديلات عليا يا ريت اكتبها لي في الكومنت. انا بحب الحاجات ديت عشان خاطر اتعلم اكتر. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان خاطر يوصلك كل جديد. السلام عليكم.